اللبن بتاعك قطع وباظ اوعي ترميه. تعالي اقول لك على حاجه هتعمليها من اللبن هتفيدك كويس جدا. بصوا، بعد ما اللبن بتاعي قطع وسبته من بالليل للصبح، رحت خدته صفيته في قلب المصفى دي، وحطيت عليه حبه ملح ينزل كل الميه بتاعته اللي فيه. وبعد كده هنزل عليه بحبه شطه. انا بصوا، لو انت مش عايزه تحطيه في المش، بتاخديه كده اهوت تلفيه كده، خلاص صفيتيه جامد قوي، بتلفيه بتعمليه جبنه قريش، ده كده طلع جبنه قريش. لكن انا عايزه احطه في المش، هعمل بقى ايه؟ هروح احط عليه معلقتين شطه حلوين، وهقلب الشطه دي كده فيه، واحطه في المش. عايزه اقول لكم عمل لي كميه حلوه قوي، يعني دول يعني بتاع حوالي نص كيلو جبنه. تمام. يبقى يا هتعمليه جبنه قريش، يا اما هتعمليه زي عملتي كده اهوت وتحطيه في المش، هيعمل لك احلى مش. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. بصوا، ادي الجبنه القديمه بتاعتي، هنزل بقى فيها. بصوا جبنه اهي، بصوا جبنه، والله العظيم طعمها وريحتها جميله، حرام انك ترميه. بصوا انا هنزل بقى كده اهوت، بصوا في المش بتاعي على طول، وهقلبه. اي نعم، انا زعلت ال2 كيلو لبن قطعه، بس قدر الله ما شاء فعل، وبرده استفدت بيهم. لان انا اصلا بروح اجيب عشان اعمل المش لازم اشتري، اروح اجيب جبنه مكسره، او اعمل جبنه، اجيب جبنه قريش. اهو اي نعم خسرت شويه، بس برضو كسبنا، عملنا الجبنه بتاعتنا. بصوا، وهقلبهم بقى كويس قوي، وتسيبيهم بقى ياخدوا مع بعض ويدوا بشكل ودي. وادي الجبنه بتاعتنا استفدنا بيها، يا ريت تكوني استفدتي مني وانا كمان استفاد منك.